اللهم جنة تحتوي أرواحنا والسلامة من كل شيء يرهقنا ويضعفنا ويؤذينا. اللهم القوة إذا ضاقت أنفسنا. اللهم آمين يا رب العالمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في أطباق الندى. النهاردة إن شاء الله هخلي معاكم الزيتون التفاحي بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة كمان، وهتبقى جميلة جدا وهيقعد معاكي طول السنة، مش هيطرى ومش هيتهري معاكي خالص، وهيبقى حتى محتفظ بلونه كمان. هنقول بسم الله. انا عندي هنا كيلو زيتون تفاحي، وعندي ميه طبعا عشان اغسل فيها الزيتون، وعندي ملح هقول لكم كل حاجه قد ايه، عندي ليمون، وعندي كرفس، وعندي جزر وفلفل احمر و... وعصفر. بس كده تمام. انا غسلت الاول الزيتون غسله كده بسيطه. كان الفلفل الاحمر والجزر كانوا عندي في الفريزر يعني مش طازه. هحط عليهم معلقتين ملح بس، وهركنه على جنب بقى عبال ما يفكوا شويه هيكون الملح داب معاهم. هجيب بقى الزيتون بتاعي، بحط السكينة كده والفها على ايدي، بشقه شقة بالعرض كده وممكن بالطول زي ما تحبي. الزيتون خلاص قرب يخلص، كل سنة وانتم طيبين. من اول الزيتون ما طلع وكل ما انا انزل اجيبه بيحصل حاجة بصراحة، يعني انا لحقت كيلو الزيتون ده بالعافية بصراحة، وكده كده جايبة كيلو بس لان محدش عندي بياكله الا انا. هتشقيه كده شقة عشان ينزل مرارته. انا مش بنقع الزيتون، بلاش تنقعي الزيتون، هيشرب المية وهيبقى عامل معاكي زي السفنج كده، مش هيبقى حلو. انا يا دوبك بس عشان لونه ما يسودش مطرح الفتحة اللي انا فتحتها. بغسله بسرعة وصفيته كده، يعني ما سبتوش في المية منقوع خالص. عندي بقى فلفل حامي. فلفل حامي دوت الكمية اللي انت بتحبيها او اللي انت عايزاها. وزي ما قلنا الفلفل الحامي لازم يكون رفيع على قد ما تقدري، يكون ماسك نفسه وناشف، ما يكونش محمر. المحمر بيتهري معاكي بسرعة، اللي هو التخين شوية دوت بيتهري معاكي برضو بسرعة. لو الفلفل صغير بتخليه سليم، لو الفلفل طويل شوية قصيه اتنين كده زي ما انا قصيته. هنزل بقى عليه كله كده على بعضه. هنزل عليه بقى بالخلطة بتاعتي اللي هي الجزر والفلفل الأحمر والعصفر والملح. يبقى كيلو الزيتون عليه معلقتين ملح، وهحط معلقة كمان مع المية. قطعت شوية ليمون طرنشات عريضة كده زي ما انتم شايفين، مش رقيقة عشان ما تتهريش. هنزل بيه مع حبة كرفس كمان. احط كل المقادير بقى على بعضها. احنا الاول كنا بنحط رق وراق، بس كده اسرع واحلى. وكمان كنت ساعات بحشي الزيتون، يعني بخليه وبحشيه، كان بيبقى طعمه جميل جدا. هقلب بقى كل الحاجات دي معايا مع بعضها كده زي ما انتم شايفين. الفلفل هيفك دلوقتي والجزر، انا ما استنيتش بصراحه ما يفكوا. عصرت بقى نص كيلو ليمون، كل كيلو زيتون عليه نص كيلو ليمون، عصرته وملالي المج ده حطيته عليه. احنا بقى ايه قدامنا؟ حاجه من اتنين: يا نحط الزيتون في البرطمانات ونستنى لبكره لغايه ما ينزل ميته شويه عشان ما يفرش منك، يا اما انا بصراحه اول مره اعمل كده، ودي برضو الطريقه دي ريحتني ان انا تاني يوم ما لقيتوش فار مني او هزوده تاني. سبته زي ما هو كده في البوله بتاعتي، وهغطيه وهسيبه على ترابيزه المطبخ. كل شويه حبه تقلبيه قلبيه، مش حابه خلاص هغطيه بقى وهركنه على جنب كده لتاني يوم. انا كنت عامله كده الزيتون لغايه هنا كده كان المغرب، اما صحيت الصبح بقى على الساعه 10 كده هكمل بقى معاكم. ده شكله نزل بقى ميته. انا هوريكم دلوقتي الميه في جنب الطبق زي ما انتم شايفين كده، نزل ميته. لو انت مليتي البرطمان في وقتها كان زمانه فار منك. ده بقى زيتون اسود، هبقى انزله لكم في فيديو تاني. حط عليه حاجه تقيله، وهوريكم بقى بتنزل منه ميه شكلها ايه. بسم الله. زي ما انتم شايفين كده، ده ملناش دعوه بيه، بس عشان كان محطوط على ترابيزه المطبخ حبيت اوريهولكم. هركنه، ده ليه فيديو تاني لوحده، وهكمل بقى معاكم. تاني يوم بقى زي ما قلت لكم، انا جبت البرطمانات بتاعتي طبعا غسلاها ومعقماها كويس. هبتدي بقى اعبي فيها الزيتون والفلفل بتاعي، وشرايح الليمون دي بتبقى طعمها حلو قوي، بتتاكل بتبقى طعمها جميل جدا، بتبقى شاربه بقى من الفلفل وشاربه من الزيتون، فبيبقى طعمها حلو قوي. عبيتهم كده، مالوا الثلاث برطمانات دول، اتنين كبار وواحد صغير. هحط معلقتين ملح كمان، بس مش مليانين قوي. لو معلقه مليانه يبقى كفايه واحده، المعلقه ممسوحه شويه يبقى معلقتين. حطيت نص كوبايه ميه وما كنتش محتاجاها، انا قلت ازودها عشان ما يبقاش برطمان لونه فاتح عن التاني. انا زودتها يعني، بس ما لقيت ان ملهاش لازمه، كانت الميه اللي نزلت من الزيتون هي كانت هتبقى كفايه عليه.
احط بقى في كل برطمان شويه ميه كده. انا مش هملاه للاخر لاني لسه هعمل حسابي ان انا احط قشر الليمون بتاعي على الوش، واحط كمان على كل برطمان معلقه زيت. طبعا ادام انا بيت الزيتون بتاعي بره كده وما قفلتش البرطمانات، مش هينفع اسيب القشر بره، هيطرى وهيبوظ منك وهيجلد ومش هيبقى حلو. انا حطيت قشر الليمون بتاعي في كيس في التلاجة، وهطلعه اخد منه اللي انا عايزاه. ما تمليش الميه زي ما قلت لك لغايه فوق، خليها تحت شويه، حوالي سنتي او 2 سنتي تحت الرقبه كمان، علشان لسه هتحطي القشر وهتحطي كمان الزيت. قشر الليمون زي ما قلت لكم. طبعا الليمون ده انا غسلاه قبل ما اعصره، مش هينفع ان انت تحطي ليمون من غير غسيل طبعا وتحطي قشره على وش البرطمان، مش هيبقى صحي وهيبقى غلط كمان. وهتلاقي حاجات بعد كده بتقرقش في بقك بقى، التراب اللي بيبقى في الليمون. حاولي تغطي وش البرطمان كله بقشر الليمون كده، عشان لو الغطا بتاعك اتهوى شويه او مش بيتقفل كويس، لما يخش له هوا او لو جراله حاجه، يبقى اللي على الوش اللي هيبوظ هيبقى قشر الليمون. بس انت لما تقفليه كويس مش هيجراله حاجه خالص، وانا هفتحه معاكم طبعا ان شاء الله. هقفل البرطمانات من فوق كلها كده زي ما انتم شايفين بالطريقه دي بقشر الليمون. بحاول ما اخليش اي حاجه باينه خالص من فوق. الفلفل والزيتون متغطيين خالص زي ما انتم شايفين. طبعا لو لقيتي الميه بتاعتك زايده شويه نقصيها، بدل ما يفور منك ويغرق لك الدنيا. وكده كده لما تعمليه حطيه على صينيه او على طبق يومين 3 لغايه ما تتاكدي ان هو مش هينزل حاجه، او لو هيفور شويه هيكون زاد والميه الزياده نزلت، تصبين البرطمان من بره او تمسحيه بمنديل او بفوطه كده وتشيليه. انا البرطمان الصغير ده لقيت الميه فيه زايده شويه، لما هاجي اقفله كان هيغرق الدنيا، فنقصت الميه منه شويه. وتمسح البرطمانات كده اول باول. هبتدي بقى احط على كل واحد كده معلقه زيت واحده. بسم الله. الزيت ده بيبقى زي ماده حافظه كده او ماده عازله عن الهواء طبعا. معلقه زيت واحده كده، زيت يكون طعمه حلو عشان ما يغرقلكيش طعم الزيتون ويبوظ لك الزيتون كله. هجيب بقى كيس تلاجة زي ما قلت لكم، انا بحب احط كيس تلاجة جوه البرطمان، مش بخليه طالع لبره خالص. هو الغطيان بصراحة محكمة، بس أنا برضو بحب أحط الكيس ده عشان لو في غطا فيه حتة متقشرة، لو في حاجة. الغطيان برضو زي ما انتم شايفين كده مفيهاش حاجة متقشرة، بس برضو ده يعني زي ايه وقاية برضو. هقفل بقى كويس كده زي ما انتم شايفين. طبعا وانت بتقفلي ممكن البرطمان يطلع شوية مية معاكي ولا حاجة، لما هتضغطي كده وهتضغطي على قشر الليمون هينزل لتحت، ممكن يطلع شوية من المية بتاعته أو السائل بتاعه، مش مشكلة. اتأكدي بس ان هو اتقفل معاكي كويس عشان ما يخشلوش هوا. وكده حطيت اكياس في الثلاث برطمانات كده في الغطا زي ما انتم شايفين. انا حبيت اقرب الغطا اوريه لكم. وهقفله كويس كده. ده شكلهم. ترنشات الليمون شكلها حلو قوي في البرطمان على فكره جميله. انا هسيبه كده بره التلاجة اسبوع بالظبط، وبعد اسبوع هحطه في التلاجة يقعد معاكي طول السنه. بيفضل محتفظ بلونه وبيفضل يعني مقرمش زي ما هو معاكي، ما بيطراش وما بيتريش ولا الفلفل ولا الزيتون. امسحي بس البرطمان كويس ونضفيه كده زي ما انت شايفه، وزي ما قلت لكم حطيه على صينيه او على طبق يومين 3. ده بقى زيتون السنه اللي فاتت، حبيت اوريه لكم برضو. الزيتونه مقرمشه معايا ما طريتش خالص ولا الفلفل طري معايا. والجزر المبشور ده انا باكله. الزيتونه دي كنت انا عاملاها مخليه، شايله النوى بتاعتها يعني، وحشيها جزر وفلفل. بتك على الزيتونه كده زي ما انتم شايفين ناشفه زي ما هي. ده بتاع السنه اللي فاتت مش الجديد، الجديد لسه مش هيتفتح عليه دلوقتي. الجديد ممكن تفتحي عليه بعد اسبوعين وتاكلي منه، بس اول ما تكملي اسبوع حطيه في التلاجة. انا اكلت من واحده حته كده عشان اوريكم ان هو لسه مقرمش. اتمنى ان شاء الله ان طريقه تخليل الزيتون تكون عجبتكم، وبالف حمد.